اتولد سقراط سنة 470 قبل الميلاد، يلقب بأنه أكثر الرجال حكمة في العالم القديم. بعد ما كان بيعمل في الفن لوقت قصير، توجه للفلسفة واتشهر كمفكر على جانب كبير من الأصالة والإبداع، وابتدع طريقة للتحقيق والتعليم وهي كناية عن سلسلة أسئلة بتهدف للحصول على تعبير واضح متماسك. وكان دائم السعي وراء الحقيقة والاهتمام يجعل المشاكل الحياة المعقدة أسهل على الفهم، وكان من أشهر تلاميذه أفلاطون. ونيجي بقى لحاجة مهمة جدا جدا جدا، هو سقراط كان نبي؟ كان سقراط دايما بيدعو لعبادة إله واحد، وما كانش بيناقش حد في كيفية نشأة الكون، واتقبض عليه وتعرض للمحاكمة، وكانت مكونة من 3 حكام في أثينا، وكان موجود حوالي 500 واحد من الشعب بيتفرج على المحاكمة، وكانت تهمته نبذ عبادة الآلهة وإفساد الشباب الأثيني. فلما جه سقراط يدافع عن نفسه نظر للحكام وألقى خطبته اللي ظلت موجودة لغاية دلوقتي، وقال: لا أعرف يا زملائي الأثينيون كيف تأثرتم من متهمي الذين سمعتموهم للتو، ولكنهم تحدثوا بطريقة مقنعة جعلتني أنسى من أنا، ومع ذلك بالكاد نطقوا كلمة حق. ولكن الكثير منكم يفكر إذن ما مصدر كل هذه الاتهامات يا سقراط؟ وهو سؤال عادل، دعوني أوضح لكم مصادره. يعرف بعضكم صديقي العزيز شيليفون قبل موته ذهب لمدينة دلفي، حيث سأل هناك كاهنا: من هو أحكم رجل في العالم؟ قال الكاهن: لا يوجد في العالم من هو أحكم من سقراط. عندما علمت بكلام الكاهن سألت نفسي: ما الذي يقصده؟ فأنا أعلم أني لست حكيما. بعدما تمعنت في التفكير قررت أن أجد رجلا أحكم مني لأرجع للكاهن بدليل حي أني لست أكثر الرجال حكمة. لذا ذهبت إلى سياسي معروف بحكمته، ولكن عند استجوابي له تبين لي أنه لم يكن حكيما، بالرغم أن العديد من الناس وهو واحد منهم كانوا يعتقدون أنه حكيم. لذا حاولت أن أوضح له أنه ليس بحكيم على الرغم من اعتقاده بذلك، ولكن ما حدث هو أنه كرهني. كذلك فعل كثير من المعاصرين له الذين كانوا يسمعوننا. لذا تركته وأنا أفكر أثناء خروجي أن كلامنا يجهل كثيرا عن النبل والفضيلة، إلا أنني أفضل منه حالة. إنه لا يعرف شيء ويعتقد أنه يعرف، أما أنا فلا أعرف ولا أعتقد أني أعرف، وذلك يميزني عنه. وبعدها ذهبت إلى شخص آخر كان لديه ادعاءات أكبر للحكمة، وكانت النتيجة نفسها، وخلقت لي عدوا آخر. وبهذه الطريقة ذهبت من رجل إلى آخر، وازداد عدد أعدائي في كل مرة، فأحسست بالخوف والرعب لأني شعرت من التحقق من كلام الكاهن هذا أولوية عندي، أن أفهم ماذا قصد هذا الكاهن ولما قال ذلك. يتخيل من يسمعني أني شخصيا أمتلك الحكمة التي أجدها مفقودة عند الآخرين، ولكن الحقيقة يا رجال أثينا هي أن الله وحده الحكيم، والله أراد أن يرينا من الكاهن أن حكمة الرجال لا تستحق الكثير، وربما لا تستحق أي شيء، كأن الله يقول لنا: أحكم رجل هو الذي يعرف، مثل سقراط، أن حكمته في الحقيقة لا تساوي شيئا. لذا أذهب للعالم وأنا مطيع لربي، وأبحث وأسأل عن الحكمة في كل من يبدو حكيما، وفي حال لم يكن حكيما أوضح ما يقصده الكاهن، وأنه لا يوجد شخص وحيد مختص بالحكمة المطلقة. عملت على أن أوضح لمن يظن أنه يمتلك الحكمة أنه لا يمتلك شيء. أخذتني هذه المهمة ولم يبقى لي وقت لشيء آخر. أنقذني إخلاصي للرب من الفقر. هناك المزيد. فشباب الطبقات الأكثر ثراء الذين ليس لديهم الكثير ليفعلوه يتبعونني من تلقاء أنفسهم، لأنهم يحبون أن يروا المدعين مكشوفين على حقيقتهم ويقلدوني باستجواب الآخرين. يكتشفون بسرعة أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنهم يعرفون شيئا، ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا، فيغضب هؤلاء الناس مني باتهامي: هذا المضلل سقراط يضلل شبابنا. وعندما يسألهم أحد كيف، ما هي الأفعال الشريرة التي يفعلها، فلا يستطيعون الإجابة، وحتى لا يظهروا خاسرين يكرر هؤلاء الناس التهم الموجهة لجميع الفلاسفة: أننا نعلم أسرارا غامضة في الغيوب، وأننا نعلم الإلحاد، ونجعل أسوأ وجهات النظر تبدو كالأفضل. هم ناس لا يحبون أن يعترفوا أن ادعاءهم للمعرفة قد كشف، وهذا أيها الآثينيون هو أصل التحيز ضدي. قد يسأل بعضكم: ولكن ألا تندم على ما فعلت حتى الآن، حيث قد يعني ذلك موتك؟ أجيب هؤلاء: أنتم على خطأ. لا ينبغي على الرجل الطيب أن يحسب فرصه في الحياة والموت،
عليه فقط أن يسأل نفسه إذا كان ما يفعله صواب أو خطأ، سواء كانت ذاته الداخلية طيبة أم شريرة. وعندما تقولون لي سقراط سنطلق سراحك لكن بشرط أن تتوقف عن استجوابك، سأرد: يا رجال أثينا، إنني أتشرف بكم وأحبكم، ولكن علي طاعة ربي بدلا منكم. طالما مدني الله بالحياة والقوة فلن أتوقف أبدا عن ممارسة الفلسفة. إن هدفي إقناعكم جميعا صغارا وكبارا ألا تفكروا بحياتكم وممتلكاتكم، ولكن تهتموا لذواتكم الداخلية. أقول لكم أن الثروة لا تجعلكم طيبين من الداخل، ولكن من الطيبة الداخلية يأتي الثراء. هذه هي دروس، وفي حال كانت مفسدة للشباب فعندئذ أفترض أني مفسدهم. حسنا أيها الآثينيون، عليكم الآن أن تقرروا إن كنتم ستبرئونني أم لا. أيا كان قراركم افهموا أني أبدا لن أغير طرقي حتى لو كان علي أن أموت عدة مرات. فإن الحديث اليوم عما يجعلنا طيبين والتساؤل مع نفسي والآخرين هو أعظم عمل يقوم به الرجل. الحياة بدون تساؤل لا تستحق العيش. وبعدها قامت هيئة المحكمة برمي أقراص التصويت في جرة منهم بتحدد إنه مذنب والجرة التانية إنه بريء. وبعد إحصاء الأصوات لقوا إن 360 قرص في الجرة اللي بتقول إنه مذنب مقابل 140 قرص في الجرة اللي بيقول إنه بريء. وتم الحكم على سقراط بالإعدام، وطريقة الإعدام هو شرب كأس من نبات الشكران المسمم. فقال سقراط: يا رجال أثينا، لقد حكمتم علي بالموت. بالنسبة للأصدقاء الذين صوتوا لتبرئتي، دعوني أقول لكم أن الموت قد يكون أمرا جيدا، فإما أن يكون الموت حالة من العدم واللاوعي، أو يكون كما يقول البعض مجرد هجرة من هذا العالم إلى عالم آخر. فإذا كان حالة لا وعي مطبق مثل نوم هادئ بدون أحلام فسوف يكون الموت مكسبا لا يوصف، وفي حال كان رحلة إلى عالم آخر حيث يعيش الموتى سيكون ذلك رائعا، حيث سأتمكن حينها من إكمال بحثي عن المعرفة الحقيقية والكاذبة في العالم الثاني مثل هذا العالم. سأتمكن من إكمال استجواب الناس العظماء من الماضي للبحث عن الحكيم منهم ومن يدعي الحكمة. لذا لا تدعوا الموت يحزنكم، فلا يمكن أن يحدث الشر لرجل صالح في هذه الحياة أو بعد الموت. حسنا، لقد حانت ساعة الرحيل، كل في طريقه، أنا للموت وأنتم للحياة، أيهما أفضل؟ الله وحده يعلم ذلك. ومات سقراط سنة 399 قبل الميلاد. ونيجي بقى للسؤال اللي سألناه في أول الحلقة: هو سقراط كان نبي؟ أولا أنت مش هتستفاد حاجة لما تعرف أنه كان نبي ولا لأ، وأنا عن قرارة نفسي بقول إنه مش نبي، وأنا لم أتوصل من دليل سواء من قرآن أو سنة أو حتى بعض الكتب اللي فيها قصص الأنبياء إن سقراط كان نبي. واللي عنده دليل على إنه سقراط كان نبي من الكتب المشهورة اللي احنا نعرفها يتفضل يكتب لي تحت في التعليقات. اتولد أفلاطون في سنة 427 قبل الميلاد، واسمه هو أرسطوكليس بن أرسطون، كاتب لعدد من الحوارات الفلسفية، ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا اللي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم الغربي. بينحدر أفلاطون من عائلة أرستقراطية عريقة كان لها دور في المجتمع اليوناني، وعاش أفلاطون في أفضل فترات أثينا لأن كان في الوقت ده الثقافة اليونانية في أعلى حالات ازدهارها. ما اشتركش أفلاطون بشكل مباشر في الحياة السياسية، ولكنه حاول انه يطبق افكاره بشكل مباشر في الحياة السياسية، ولكن محاولاته باءت بالفشل. وكانت اكبر صدمة في حياته هو اعدام معلمه سقراط ظلما. وسجل افلاطون الخطبة اللي قالها سقراط قبل اعدامه، واللي كان سقراط بيقول فيها: لا أعرف يا زملائي الأثينيون كيف تأثرتم من متهمي الذين سمعتموهم للتو، ولكنهم تحدثوا بطريقة مقنعة جعلتني أنسى من أنا، ومع ذلك بالكاد نطقوا كلمة حق. ولكن الكثير منكم يفكر إذن ما مصدر كل هذه الاتهامات يا سقراط؟ وهو سؤال عادل، دعوني أوضح لكم مصادره. يعرف بعضكم صديقي العزيز شريفون قبل موته ذهب لمدينة دلفي حيث سأل هناك كاهنا: من هو أحكم رجل في العالم؟ قال الكاهن: لا يوجد في العالم من هو أحكم من سقراط. عندما علمت بكلام الكاهن سألت نفسي: ما الذي يقصده؟ فأنا أعلم أني لست حكيما. بعدما تمعنت في التفكير قررت أن أجد رجلا أحكم مني لأرجع للكاهن بدليل حي أني لست أكثر الرجال حكمة. لذا
ذهبت إلى سياسي معروف بحكمته، ولكن عند استجوابي له تبين لي أنه لم يكن حكيما، بالرغم أن العديد من الناس وهو واحد منهم كانوا يعتقدون أنه حكيم. لذا حاولت أن أوضح له أنه ليس بحكيم على الرغم من اعتقاده بذلك، ولكن ما حدث هو أنه كرهني. كذلك فعل كثير من المناصرين له الذين كانوا يسمعوننا، لذا تركته وأنا أفكر أثناء خروجي أن كلامنا يجهل كثيرا عن النبل والفضيلة، إلا أنني أفضل منه حالة. إنه لا يعرف شيء ويعتقد أنه يعرف، أما أنا فلا أعرف ولا أعتقد أني أعرف، وذلك يميزني عنه. وبعدها ذهبت إلى شخص آخر كان لديه ادعاءات أكبر للحكمة، وكانت النتيجة نفسها، وخلقت لي عدوا آخر. وبهذه الطريقة ذهبت من رجل إلى آخر، وازداد عدد أعدائي في كل مرة، فأحسست بالخوف والرعب لأني شعرت من التحقق من كلام الكاهن هذا أولوية عندي، أن أفهم ماذا قصد هذا الكاهن ولما قال ذلك. يتخيل من يسمعني أني شخصيا أمتلك الحكمة التي أجدها مفقودة عند الآخرين، ولكن الحقيقة يا رجال أثينا هي أن الله وحده الحكيم، والله أراد أن يرينا من الكاهن أن حكمة الرجال لا تستحق الكثير، وربما لا تستحق أي شيء، كأن الله يقول لنا أحكم رجل هو الذي يعرف، مثل سقراط، أن حكمته في الحقيقة لا تساوي شيئا. لذا أذهب للعالم وأنا مطيع لربي، وأبحث وأسأل عن الحكمة في كل من يبدو حكيما، وفي حال لم يكن حكيما أوضح ما يقصده الكاهن، وأنه لا يوجد شخص وحيد مختص بالحكمة المطلقة. عملت على أن أوضح لمن يظن أنه يمتلك الحكمة أنه لا يمتلك شيء. أخذتني هذه المهمة ولم يبقى لي وقت لشيء آخر. أنقذني إخلاصي للرب من الفقر. هناك المزيد. فشباب الطبقات الأكثر ثراء الذين ليس لديهم الكثير ليفعلوه يتبعونني من تلقاء أنفسهم، لأنهم يحبون أن يروا المدعين مكشوفين على حقيقتهم ويقلدوني باستجواب الآخرين. يكتشفون بسرعة أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنهم يعرفون شيئا، ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا، فيغضب هؤلاء الناس مني باتهامي: هذا المضلل سقراط يضلل شبابنا. وعندما يسألهم أحد كيف، ما هي الأفعال الشريرة التي يفعلها، فلا يستطيعون الإجابة، وحتى لا يظهروا خاسرين يكرر هؤلاء الناس التهم الموجهة لجميع الفلاسفة: أننا نعلم أسرارا غامضة في الغيوب، وأننا نعلم الإلحاد، ونجعل أسوأ وجهات النظر تبدو كالأفضل. هم ناس لا يحبون أن يعترفوا أن ادعاءهم للمعرفة قد كشف، وهذا أيها الآثينيون هو أصل التحيز ضدي. قد يسأل بعضكم: ولكن ألا تندم على ما فعلت حتى الآن، حيث قد يعني ذلك موتك؟ أجيب هؤلاء: أنتم على خطأ. لا ينبغي على الرجل الطيب أن يحسب فرصه في الحياة والموت، عليه فقط أن يسأل نفسه إذا كان ما يفعله صواب أو خطأ، سواء كانت ذاته الداخلية طيبة أم شريرة. وعندما تقولون لي: سقراط، سنطلق سراحك لكن بشرط أن تتوقف عن استجوابك، سأرد: يا رجال أثينا، إنني أتشرف بكم وأحبكم، ولكن علي طاعة ربي بدلا منكم. طالما مدني الله بالحياة والقوة فلن أتوقف أبدا عن ممارسة الفلسفة. إن هدفي إقناعكم جميعا صغارا وكبارا ألا تفكروا بحياتكم وممتلكاتكم، ولكن تهتموا لذواتكم الداخلية. أقول لكم أن الثروة لا تجعلكم طيبين من الداخل، ولكن من الطيبة الداخلية يأتي الثراء. هذه هي دروس، وفي حال كانت مفسدة للشباب فعندئذ أفترض أني مفسدهم. حسنا أيها الآثينيون، عليكم الآن أن تقرروا إن كنتم ستبرئونني أم لا. أيا كان قراركم، افهموا أني أبدا لن أغير طرقي حتى لو كان علي أن أموت عدة مرات. فإن الحديث اليوم عما يجعلنا طيبين والتساؤل مع نفسي والآخرين هو أعظم عمل يقوم به الرجل. الحياة بدون تساؤل لا تستحق العيش. وبعدها قامت هيئة المحكمة برمي أقراص التصويت في جرة منهم بتحدد إنه مذنب، والجرة التانية إنه بريء. وبعد إحصاء الأصوات لقوا إن 360 قرص في الجرة اللي بتقول إنه مذنب، مقابل 140 قرص في الجرة اللي بيقول إنه بريء. وتم الحكم على سقراط بالإعدام، وطريقة الإعدام هو شرب كأس من نبات الشكران المسمم. فقال سقراط: يا رجال أثينا، لقد حكمتم علي بالموت. بالنسبة للأصدقاء الذين صوتوا لتبرئتي
دعوني أقول لكم أن الموت قد يكون أمرا جيدا، فإما أن يكون الموت حالة من العدم واللاوعي، أو يكون كما يقول البعض مجرد هجرة من هذا العالم إلى عالم آخر. فإذا كان حالة لا وعي مطبق مثل نوم هادئ بدون أحلام، فسوف يكون الموت مكسبا لا يوصف. وفي حال كان رحلة إلى عالم آخر حيث يعيش الموتى، سيكون ذلك رائعا، حيث سأتمكن حينها من إكمال بحثي عن المعرفة الحقيقية والكاذبة في العالم الثاني مثل هذا العالم. سأتمكن من إكمال استجواب الناس العظماء من الماضي للبحث عن الحكيم منهم ومن يدعي الحكمة. لذا لا تدعوا الموت يحزنكم، فلا يمكن أن يحدث الشر لرجل صالح في هذه الحياة أو بعد الموت. حسنا، لقد حانت ساعة الرحيل، كل في طريقه، أنا للموت وأنتم للحياة، أيهما أفضل؟ الله وحده يعلم ذلك. وقضى أفلاطون 40 سنة الأخيرة من عمره منقطع للعلم والتدريس، ولم يتزوج، واتقال انه زار مصر وايطاليا وصقلية، وكان عمره ساعتها 40 سنة، ولكنه شعر بالاشمئزاز من شهوانية الحياة هناك. وكان من اهم اعماله الدفاع عن سقراط، حوار حول الشجاعة، حوار حول المثابرة، حوار حول الفضيلة، حوار حول التدين، حوار حول المعرفة في نقد الأنانية. ومات أفلاطون سنة 347 قبل الميلاد. اتولد أرسطو سنة 384 قبل الميلاد في مدينة ستاغيرا في شمال اليونان، لو أنا بنطق اسمها صح يعني. وكان الحاج أبو أرسطو طبيب، وكان أبوه مقرب من البلاط المقدوني الحاكم يعني، وكان لوالده تأثير كبير عليه لدخوله مجال التشريح ودراسة الكائنات الحية اللي منحته القدرة بعد كده على دقة الملاحظة والتحليل. وفي سنة 367 قبل الميلاد راح أرسطو لأثينا للالتحاق بمعهد أفلاطون كطالب، وأثبت تفوقه وأصبح بعدها مدرس. وكان أفلاطون جمع حوله مجموعة من الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية من طب وبيولوجيا ورياضيات وفلك. وكان من برامج معهد أفلاطون تدريب الشباب بالمهن السياسية وتقديم النصائح والمشورة للحكام. وللسبب ده انضم أرسطو سنة 347 قبل الميلاد لبلاط الملك هرمياس، وفي سنة 343 قبل الميلاد دخل في خدمة الملك فيليب الثاني امبراطور مقدونيا، واصبح ارسطو مؤدب ومعلم لابنه الاسكندر الاكبر. واتكلمنا عن الاسكندر الاكبر في القناه، يبقى خش شوف الحلقه بعد ما تخلص الفيديو ده. وبعد 7 سنين رجع لاثينا تاني عشان ياسس مدرسته الخاصه، وكان اسمها الليسيوم، لو انا منطق اسمها صح يعني. وخلفت مدرسته مدرسة أفلاطون بتوسيع المجالات العلمية. وبعد وفاة الإسكندر الأكبر بدأ الشعور بالكراهية يظهر ضد المقدونيين في أثينا، وأثر الكلام ده على نفسية أرسطو. وأسس أرسطو علم المنطق ولقب بالمعلم الأول، وجمعت كل مؤلفات أرسطو في المنطق تحت اسم الأورجانون. وتعني كلمة أورجانون الأداة، لأن المؤلفات ديت كانت بتبحث عن موضوع الفكر اللي هو الأداة أو الوسيلة للمعرفة. كان أرسطو أول فيلسوف قام بتحليل العملية التي بموجبها يمكن منطقيا استنتاج إن أي قضية من الممكن إنها تكون صحيحة استنادا لصحة القضايا الأخرى. فكان اعتقاده إن عملية الاستدلال المنطقي بتقوم على أساس شكل من أشكال البرهان، وهو سماه القياس. وفي حالة القياس يمكن البرهنة أو الاستدلال منطقيا على صحة قضية معينة. وندي مثال بسيط على الدش اللي أنا قلته ده: كل إنسان فان، وسقراط إنسان، إذن سقراط فان. وكان أرسطو بيشوف إن الفضيلة الأخلاقية بتكمن في تحاشي التطرف في السلوك وإيجاد الحد الوسط بين طرفين. ندي مثال برضو: الشجاعة دي فضيلة صح كده، وهي الحد الوسيط بين رذيلة الجبن ورذيلة التهور، وبكده تكون فضيلة الكرم هي الحد الوسيط بين البخل والتبذير. وأثر أرسطو تأثير كبير في مفكرين العالم بعلم المنطق السوري، واللي بيعتبر أول القواعد اللي عرفتها البشرية. ويمكن فيه ان احنا نميز بين مجموعة من المفاهيم زي التصور مثلا. ولو جينا عرفنا التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن بدون الحكم عليه بإثبات أو نفي. زي لما بقولك مثلا شجرة، فانت كده لما بقولك شجرة صورة الشجرة بتكون حضرت في ذهنك، بس انت ما حكمتش عليها بحاجة. ولما مات الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل الميلاد ووقعت حكومة أثينا بين أعداء المقدونيين، وكان أرسطو من أنصار المقدونيين، فدبر له أعداؤه تهمة الإلحاد. فخاف أرسطو من الاضطهاد والمصير اللي قال إليه سقراط، فهرب لمدينة فلسيس، لو أنا بنطق اسمها صح يعني، واتصاب بمرض هناك بعد سنة، ومات سنة 322 قبل الميلاد وكان عنده 63 سنة. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، وألقاكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.